سقطة تانية من اللي هي هتولع في الدنيا، اللي قام بيها حد من الاخوه اللي بيدعوا ان هم سلفيين، وبنت عندها 14 سنه مسيحيه، واخدوها وقالوا انها اسلمت وهتتزوج، والمسيحيين طبعا هيهيجوا على هذا المجال، ويجي المسلمين يقول لك يعني لا، ما هو 14 سنه ده سن الزواج. مين قال الكلام ده؟ يعني احنا كنا في القانون اللي كان موجود كنا بنقول ان الواحد يختار دينه عند 18 سنه، ويعني يتصرف في الدين وهذا الامور، لكن يعني ماليا عند 21 سنه، ده كان القانون بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه. طيب انا لو البنت اللي عندها 14 سنه دي، هل واحد من المسلمين دول يرضى ان انا اخد بنت وهي عندها 14 سنه وواحده واخدها ويقنعها بان هي تكون مثلا بهائيه او شيوعيه او ايا كان من الاسامي، ويقول لك انا اتجوزتها خلاص وهي اللي اختارت؟ ساعتها هيبقى موقفك ايه كمسلم؟ هتقول اقتلها ولا هتقول هو قرر بيها؟ يا جماعه خلوا الامور بالعقل شويه، ومش كل حاجه نسندها ونحاول نلويها ونقول ده دين. القرض اللي كان حرام وكان متنيل على عينه وكان ربا دلوقتي بقى حلال، وهل هذا ربا؟ وهل هذا ربا؟ لا ربا. هو مش اسمه قرض، ربا. انا حتى هنحلل فيه دي كمان، دي عايزه كمان، مش هو ده نفسه اللي اعترضت عليه في مجلس الشعب. اللعبة بتتلعب بطريقة غشيمة وبتنسب للإسلام، والإسلام بريء من هذا الكلام، وسبحان الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مش هقول إن أنتم مفسدين، ولكن تمسحكم بالدين في حد ذاته بتخلي المسائل مش مظبوطة. الدين يا جماعة خلوه في منصان زي ما هو أحكام، وبنمشي عليها ونعممها. ما تدخلوش بقى في سياسة وتقعد تلعب لي لعبة قذرة وتقعد تقول لي تفتلي فيها. واحدة عندها 14 سنة، ايه اللي فيها يعني؟ خدتها عشان تقول لي جوزناها وهو ده كده؟ لا، ده اختطاف، مش من الدين. ما تقولش الكلام ده خالص. الدين يا جماعة في حاجة تانية، هي حبكت في الدين كله واقف على دين، زي موضوع القرض، زي اي مشكلة من مشاكل الدنيا الرهيبة اللي بتعملوها، ويجي تبص لا بقى واقف ولا حاجة خالص. طب ما كلمتوش ليه عن اللي ظبطوه في وضع مخل، ولا اللي عمل عملية وكذب، ولا اللي كذا ولا كذا؟ سكتوا ليه؟ الدنيا نامت ليه؟ ايه الطلعات اللي انتوا طالعينها دي؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا بتكرهوا الناس والله في المسلمين، والله بتكرهوا الناس في الالتزام. يعني اذا كنت انتوا هتنسبوا لهذا الموضوع، الجهله اللي ما بيعرفوش او الناس البسطاء، هو ده الاسلام يا عم، الملتحين ده كذا بتاع الناس، يعني مش هقول يعني في الواحد بيشوف نماذج من هذا القبيل ابتدوا يكرهوا هذا الموضوع. يا جماعه حرام عليكم، اطلعوا شويه وقولوا احنا سياسيين، ما تسيبوهاش للاسلام بقى، سيبوها بقى، سيبوا الاسلام في حاله، سيبوا الاسلام في حاله.